صباح الفل، تعالوا النهارده نشوف احلى واجمل بلح شام من غير قمع من غير ماكينه. هنعمل الكميه دي كلها مقرمش من بره لذيذ من جوه ببيضتين بس. هنعمل الكميه دي كلها. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونبتدي مع بعض. حله نرفعها على النار، هنضيف فيها 3 كوبايات ميه، ونضيف فيها معلقتين زيت كبار، واضافه من عندي اختياري هنضيف معلقتين جوز هند. وما عندكيش مفيش مشكله. محتاج هنا النشا قد الدقيق، ده المقدار المظبوط، كوبايه ونص نشا كوبايه ونص دقيق، او كوبايتين دقيق وكوبايه نشا. واهم تكه هنا ان انا لازم النشا والدقيق يتقلبوا كويس جدا مع بعض عشان ما يعملوش تكتلات، الدقيق لوحده والنشا لوحدها، ويطلع معانا مقرمش ولذيذ. لما الميه تغلي هنضيف خليط الدقيق والنشا ونقلب بسرعه، لازم يكون على النار، ونسيبه على النار حوالي 10 دقايق لحد ما نتأكد ان الدقيق اتشرب كله في الميه. ودي من الحاجات المهمة علشان نسوي الدقيق على النار ويطلع مقرمش وما يشربش زيت أثناء القلي. هنفضل نقلب على النار لحد ما يختفي الدقيق تماما، وبعدين نطفي النار ونغطيه ونسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد ما نتأكد ان هو برد هنضيف حبايتين بيض بس على الكمية دي، وهنضيف هنا معلقة فانيليا، وندعك البيض جوه العجينة كويس جدا لحد ما يتشرب تماما. الناس اللي بتقول ان بلح الشام ما بيتضافلوش بيض، ده اي حاجه تانية الا بلح الشام. الوصفه الاصليه لبلح الشام بتكون ب6 بيضات على المقدار ده، بس احنا بدأنا نقلل البيض شويه. في الوقت ده هنجهز الشربات. الشربات يكون تقيل، كوبايتين ميه كوبايتين سكر، وهنرفعهم على النار ومعاهم عصره ليمونه. نجهزه من قبلها ونسيبه لحد ما يبرد. طاسه او صينيه هنضيف فيها كميه زيت تكون كتيره، ونبدأ نصبع بلح الشام. لازم يكون الزيت الاول بارد، وهناخد قطعه صغيره كده ونعمله صوابع بايدينا، لا قمع ولا ماكينه ولا تعبي نفسك، سهل قوي لان هو كمان طري معانا هنا، بيتشكل بكل سهوله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ قطعه بسيطه هفركها ما بين ايديا هتطلع عندي شكل واحد بالشكل ده. كده خلاص ملينا اول طاسه، هنرفعه على نار هاديه ونسيبها تستوي، وما ينفعش نقلبه خالص لحد ما يبدأ ياخد لون. في الوقت ده احنا هنبدأ نكمل بقية العجينة، نطبعها كلها عندنا، وما تخافوش مش هتلزق في بعض. ده شكله وهو بيستوي على النار، شكله جميل جدا وحلو، بس مش هنقلبه لحد ما يبدأ ياخد لون. لما نمشي على الخطوات بالظبط هيطلع معانا مقرمش كده ولذيذ. سامعين صوته مقرمش ازاي؟ بلح الشام من الحلويات اللذيذة الشهية جدا، بس محتاج تركيز في الخطوات، وبيكون طعمه احلى كتير جدا من اللي بيجي من بره، مختلف في النكهة وفي الطعم وفي الشكل، والنتيجة هتطلع معاكي ممتازة. هنقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، وبعدين نطلعه في الشربات البارد. هنبدأ نخرجه مباشرة على الشربات، وشايفين اللون جميل ازاي.
نقلبه كويس جدا في الشربات لحد ما يتشرب تماما، وبعدين نطلعه في مصفى يصفي الزيادة. نسيب الزيت يبرد حبة بسيطة، وبعدين ننزل عليه ببلح الشام الكمية التانية ونسويه بنفس الطريقة. يا جماله، انا متأكدة انك هتقوم دلوقتي تعمليه. شايفين لونه دهب ازاي من بره ومقرمش، ومن جوه طري ولذيذ. متنسيش الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.